عبالكم أكلة كتير سهلة وكتير طيبة وبتجهز بدقايق. عندي بطنجرة على النار فيها مي سخنة. أول ما تبدأ تغلي مع المي بنضيف معكرونة الفوتوتشيني، وبأول ما تبدأ تستوي معي بهذا الشكل بتكون تمام التمام. عندكم هون صدرين من الدجاج بتكونوا مقطعينهم مكعبات صغيرة بهذا الشكل، بتنزلوهم على زيت حامي وبتبدأوا تشوحوا الدجاج حتى يصير معكم بهذا الشكل. بتضيفوا عليه ملعقة من الملح، ملعقة من البهارات مشكلة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبتضلكم تحركوا بالدجاج حتى ياخد النكهة. أول ما تتأكدوا إن الدجاج استوى معكم هلا بتبدأوا بتخلوا الدجاج على جنب هيك بتشيلوه كامل، وبعدها بنفس الزيت اللي احنا ستوينا فيه الدجاج بتنزلوا عليه بصل مقطعينه مربعات ناعمة بهذا الشكل، وهلا بتحركوهم مع بعض كتير منيح حتى يبدأ يدبل معكم البصل. وبعدها بنبدأ بنضيف الخضار، أكيد فوتوتشيني يعني فطر، بتضيفوا الفطر وبعدها بتضيفوا عليهم الفلفل الملون، الألوان اللي انتوا بتحبوها. أنا ضفت الأصفر والأحمر، بتحركوهم مع بعض كتير منيح، وبعدها بنضيف عليهم الدجاج اللي احنا قمناه مسبقا. هلا هيك بتضيفوهم كلهم مع بعض وبتبدأوا بتحركوا فيهم حتى ياخدوا النكهات تماما. ما بنضيف عليهم أي نوع من البهارات زيادة، بس بنرجع بنضيف عليهم ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود، وهيك بتحركوهم مع بعض كتير منيح. وخلص بتغطوهم هيك حتى ياخدوا النكهة. آخر إشي بس بنضيف عليهم الذرة بنخليها آخر إشي. هيك بتحركوهم تحريكة أخيرة، أخذ النكهة كتير منيح واستوى عندي، والخضار كمان استوت. بتبدأوا بتضيفوا عليها كوب من كريمة الطبخ، وبتخففوا كريمة الطبخ بكوب من الماء. بتحركوهم كمان هيك تحريكة أخيرة مع بعض هيك حتى تاخد الكريمة نكهة الدجاج بالخضار. وآخر إشي بنضيف عليها كل كمية المعكرونة بالشكل هذا. هلا بتحركوهم مع بعض كتير منيح حتى تاخد المعكرونة نكهة الكريمة والخضار والدجاج. آخر إشي بنضيف عليها شوية موزاريلا حسب الرغبة، بس بتعطيكم مطة وكمان نكهة كتير طيبة للفوتوتشيني. عندكم عليها على طول بتبدأ بتمط معكم، ونكهتها إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. فعليا من أطيب وصفات المعكرونة اللي ممكن أي أحد إنه يجربها هي الفوتوتشيني. ولما تعملوها بالبيت دائما بتحسوا حالكم بأفخم مطعم بإيطاليا، لأنها بتكون كتير طيبة وكريمية، وكمان بتشكل خاصة بالطريقة اللي أنا عملت لكم إياها اليوم. إلها نكهة غير شكل بالخضار، دايما متعودين عليها بالفطر والدجاج العادية، لا بصراحة بالخضار إلها نكهة وطعم غير شكل. هلا رح أخليكم تتلذذوا بطريقة التقديم الطيبة بهذا الشكل. أنا بكون خلصت وصفتي لهذا اليوم. بهمني كتير إني أعرف رأيكم بالتعليقات، فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات بوصفة اليوم. لا تنسوا تدعموني أنا مطبخ السوم عشان أضلني أنزل لكم مثل هالوصفات الطيبة.